بكم حبيباتي في فيديو جديد في وصفه جديده للبنات. اليوم كما طلبتوا مني اذا جيتكم بطاجين البسباس، الوصفه التقليديه للسيده رزقي. اذا بارك البنات حطيت انا اللمسه تاعي في هذا الطبق. يجي واحد البنه يا البنات ما نحكي لكمش، بنه من اروع ما يكون، بنت وبنه هذا الطاجين. اذا وكما راح تشوفوا معايا اللي يذوقوا ما راحش كامل يفيق باللي خدمناه بالبسباس. يجي بنين وطريقه سهله واقتصاديه، وكما راح تشوفوا معايا كامل ان شاء الله راح تنجحوا فيها. شوفوا البنات يجينا المرقه تاعو كما راكم تشوفوا البنات تجينا عاقده وخاثره. شوفوا البنات اذا يجينا بنين هذا الطبق ان شاء الله حبيباتي. انا وعدتكم انني نحط لكم اطباق مالحه للسيده رزقي، وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله راح نحط لكم وصفه لي بابا للسيده رزقي ان شاء الله باذن الله الفيديو القادم ان شاء الله. ونخليكم نصلوا وسلموا على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. ونخليكم بدون اطاله مع مراحل الوصفه بالتفصيل. اليوم حبيباتي راح نحضروا مع بعض طاجين البسباس اللي هو طاجين وصفه قديمه بزاف للسيده رزقي. اذا وراح ندير فيها تغييرات بسيطه البنات. اذا كما راكم تشوفوا البنات عندي هنايا البسباس، كما تعرفوا البسباس راه من الخضر الشتويه. اذا هنايا غسلت البسباس تاعي وراح نقيه، برك نحيلو هذا اللي من فوق. هذا الطاجين يجي بنين بنه من اروع ما يكون، وراح نديروا نغيروا في واحد الفكره. هكذا الافراد الاسره ماشي كامل راح يفيقوا بالبسباس، اذا خاصه الاطفال ورايحين ياكلوه. راح نكرفجوا البسباس تاعنا كما راكم تشوفوا. راح نحيلوا هذا الجزء هذا اللي يكون هنا هكذا باش نقدروا نكرفجوا بكل سهوله. البنات بالنسبه للبسباس انا حبيت نكرفجوا ونحطوا بهذه الطريقه. بالنسبه للسيده رزقي حطاتو قطع كبار هكذا الاطفال مش راح ياكلوه، مش راح يعجبهم. اذا راح نكرفجوه احسن، راح نشكلوه على شكل كرات كما راح تشوفوا معايا. اذا راح نكرفجوه هنايا ما كرفجت الكميه تاع البسباس تاعي كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. اذا بهذا الشكل لازم يكون رقيق كما راكم تشوفوا البنات هكذا. انا خليه جانبا. عندي البنات عندي هنايا صدر تاع الدجاج، عندي هنايا نص عندي صدر تاع الدجاج. تحبوا البنات تستعملوا اللحم فيونداشي، تحبوا تستعملوا الدجاج والدجاج يجي بنين اكثر من اللحم. اذا راح نرحي نقطعوا قطع صغيره كما راح تشوفوا معايا. اذا ورقات الرمل هذو راح نحتاجوهم في الطاجين تاعنا. اذا راح نقسم الدجاج بهذا الشكل قطع صغيره ونرحيه. بعد ما رحيت الدجاج تاعي بهذا الشكل البنات، اذا راح نضيفه على البسباس. بالنسبه للدجاج كميه تاع الدجاج البنات نتوما اللي تحكموا فيها، حطوا واش عندكم في البيت، واش متوفر عندكم في البيت. اذا راح نزيد عندي هنايا 2 مغارف لا شابلور، عندي هنايا شويه بصل كرفجته رقيق، عندي هنايا بيضه. بالنسبه للتوابل البنات عندي هنايا زعفران، عندي هنايا فلفل كحل، وعندي هنايا شويه قرفه. كل شيء مع بعض باليد تاعي هكذا باش كامل المكونات يدخلوا في بعض. كما شفتوا معايا البنات بالنسبه للبسباس راني ما فورتوش ما طيبتوش البنات، كرفجته ني كما شفتوا معايا. اذا نحطوه ني البنات وراح يطيب في الصوص في المرقه بهذا الشكل. واش البنات تحطوا الملح برك ما تكثروش باش ما يجيناش مالح. ما تنساوش البنات نحطوا شويه معدنوس ولا كزبر اللي متوفر عندكم. هكذا البنات البسباس ما راحش كامل يفيقولو، راح ياكلوه راح يجي بنين بنه من اروع ما يكون. هنا البنات عندي شويه فرينه راح نكور راح نشكل اللحم هذا مع البسباس، راح نشكلو كرات كما راكم تشوفوا البنات. راح نحطو فيه شويه فرينه بهذا الشكل. راح نشكلو كامل كرات. حطيتكم البنات بزاف وصفات للسيده رزقي حلويات، طلبتوا مني اطباق مالحه وراح تحتاجوهم ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله، وراح يعجبوكم بزاف، راح تعتمدوهم في رمضان.
كما تعرفوا الأطباق التقليدية كامل نحبوهم بزاف. أطباق نسيناهم، إذا حبيت نفكركم ببعض الأطباق خاصة التقليدية وخاصة للسيدة رزقي بهذا الشكل. من جهه واحده اخرى البنات، هنايا حطيت عندي هنايا شويه زيت كما راكم تشوفوا، راح نحط له شويه سمن. البنات السمن راح يعطي له بنه من اروع ما يكون هذا الطاجين. اذا نخلي بالنسبه للكرات البنات اللي رانا كملناهم كما راكم تشوفوا كامل حطيناهم في الفرينه. هكذا البنات رايحين يعطوا لي، رايحين يخثروا لي المرقه تاعنا، راح تجينا المرقه عاقده ورايحين يجونا بنان. بعد ما يسخن الزيت البنات راح نحطوا فيه الكرات تاع الدجاج مع البسباس بهذا الشكل، وراح نخلوهم حتى يتحمروا. بعد ما يتحمروا البنات الكرات ماناش راح نخلوهم حتى يطيبوا البنات، يدوزوا تحميره خفيفه برك رايحين نحيوهم. بعد ما حمرت البنات الكرات تاعي تاع اللحم، اذا راح نحط هنايا كميه البصل اللي بقى، نحط نفس التوابل اللي حطيتهم في اللحم، شويه زعتران وشويه كما راكم تشوفوا شويه فلفل اسود، نحط ورقات الرند، وراح نحط الزيتون اللي تكونوا غليتوه البنات مره ولا اثنين هكذا باش ما يسكنش مالح. تحبوا البنات ما تحطوش زيتون، حطوا حمص باش متوفر عندنا الزيتون، نحط حمص ثاني يجي بنين. نخلط كل شيء مع بعض، نخلي الزيتون برك شويه يتحمر مع البصل بهذا الشكل. ما نحطوش الملح البنات. بعد ما يتغلى الزيتون كما راكم تشوفوا البنات مليح راح نمرق. بعد ما تغلى البنات المرقه تاعنا كما راكم تشوفوا راح نحطوا فيها الكرات تاع اللحم مع البسباس كما راكم تشوفوا، ورايحه تزيد تثقل البنات بما انه راها فيها الفرينه، راح تجيكم المرقه تجيكم عاقده وتجيكم هايله وبنينه. نخلوهم يطيبوا. ونشوفوا حبيباتي الطاجين تاعنا على مائده التقديم، يجي من اروع ما يكون، بنتو بنه يا البنات. اذا نتمنى حبيباتي تجربوا الوصفه تاع اليوم كامل تنجحوا فيها، وهكذا نرجعوا شويه الاطباق القديمه التقليديه الجزائريه. طاجين بسباس من اروع ما يكون بطريقه وصفه السيده رزقي، وانا غيرت فيها شويه فقط، ما حطيتش بسباس قطع كبيره، حطيته كما راكم تشوفوا البنات، رحيته حطيته ديبول كما راكم تشوفوا، يجي من اروع ما يكون حبيباتي. سجلوا الوصفه لشهر رمضان ان شاء الله، راح تعجبكم بزاف وراح تعتمدوها ان شاء الله في شهر رمضان وفي باقي الايام. نتمنى حبيباتي تخلوا لي جيم للفيديو، اللي مش مشتركين في القناه تشرفوني باشتراككم في القناه، وانتظروني حبيباتي في فيديو جديد. سلام.